السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي بقى نشوف النهاردة ايه العظمة اللي احنا عاملينها ديت. الفراخ الكنتاكي المقرمشة الجميلة اللي كل الولاد لازم ياكلوها واحنا برا. وطبعا دلوقتي الحالة الاقتصادية مش حلوة خالص والاسعار برا نار جدا. انا بقى عملت وليمة كبيرة وشبه اطباق بتاعت برا كمان. كل دوت ما كلفنيش كتير زي ما كنت هدفع برا في الوجبات اللي برضو مش هيشبعوا منها قوي. عملت كمان رز وكمان الكول سلو وبطاطس مقرمشة. وجبت كمان كاتشب ومايونيز. المايونيز انا عاملاه في البيت، هبقى انزلهولك في فيديو تاني. وكمان طلعنا الفراخ على شبكة عشان تفضل مقرمشة. بوريكي هنا الاطباق اللي انا اشتريتها للولاد علشان يحسوا ان احنا اكلنا من بره. اول حاجة هنبدأ بيها الكول سلو، لان بصراحة الفيديو بتاعنا النهاردة مليان مفاجآت، تابعينا للاخر. انا امينة كمال. المطبخ بتاعنا سهل وبسيط، بحاول استثمر كل امكانيات المطبخ بتاعتي على قد ما اقدر، امكانيات بسيطة بس بطلع منها حاجة تفرح الولاد جدا. جبت كرومباية صغيرة اللي هي بتاعت سلطة الكول سلو. هنستعمل كرومباية صغيرة وجزرة كبيرة زي ما انت شايفة كده، جزرة واحدة بس. انا بصراحة بدل ما اقطعها على ايديا قلت احطها في الكبة، هتطلعها لي صغيرة ونفس بالظبط اللي بيشوفوها بره وبيطلبوا العلبة منها، صغيرة خالص وكمان غالية قوي. وانا عملت كمية كبيرة في طبق كبير، ما كلفنيش اصلا اي حاجة خالص. الكرومبة دي معروف سعرها رخيص قوي، استعملت جزرة واحدة. وكمان تعالى اقولك حطيت عليها ايه كمان. النهاردة كل حاجة فيها مفاجأة وتركة هتخلي اكلك يتنقل في حتة تانية خالص. انا فرمتهم كلهم فرم ناعم، حطيت عليهم علبة زبادي كبيرة عشان طبعا انا عاملة كمية كبيرة. وحطيت 4 معالق سكر كبار. ما تخافيش من السكر، هي اصلا السلطة دي بتبقى مسكرة شوية. وطبعا انتي بتدوقي على حسب رغبتك. انا حطيت 4 معالق سكر كبار، معلقة ونص ملح يعني اقل من السكر بحبة. ومعايا انا كمان معلقة كبيرة خل او معلقتين، لان طبعا الكمية زي ما قلتلك كبيرة شوية. تعالي بقى نحط المايونيز. انا كنت حطاه في كيس في التلاجة. المايونيز البيتي بيبقى احلى كمان من بتاع بره وكميته كبيرة. انا حطيت حبة حلوين كده. لو هتجيبي انتي كيس جيبي كيس اللي هو هاينز دوت، بس حطيه كله علشان المايونيز لما يكتر فيها بيبقى طعم قوي وبيديها سمك كده وجمال زي بتاعت بره اللي بيطلبوها بالظبط. قلبي بقى الحلويات دي كلها ببعضها وعلى التلاجة بحيث تاخد وتدي مع بعضها كده. والكرنبة بقى تجيب ميتها وتشرب بقى السكر بتاعها والزبادي، هتخليها حاجة تحفة جدا زي بالظبط اللي بيطلبوها من بره. بصي انا عاملة طبق قد ايه، ما كلفنيش يعني حوالي 20 جنيه ولا حاجة. طبعا انتي شوفي برضو الأسرة بتاعتك بتحب ايه واعمليه. هعمل كمان شوية رز كده مبهر من غير اي بصل ولا حاجة. البهارات بتاعتي كاري، كركم، ورقتين لورا، 3 حبهان، رشة قرفة، فلفل اسود، وملح. وممكن كمان تحطي يعني مكعب مرقة دجاج مع شوية زيت كده. ولعت النار عليهم، التوابل بتاعتي سخنت، وحطيت الرز يتقلب معاها بحيث يسخن كويس قوي. رز مصري عادي مش بسمتي، لو عايز تستبدليه بسمتي ما يجراش حاجه، نفس النتيجه بالظبط. قلبي بقى كده لحد ما الرز يسخن، ويسقيه بميه مغليه من الغلايه، وزي ما احنا بنعرف نسوي الرز. تعالي بقى نشوف المفاجاه التانية. هعمل الفراخ اصلا انا كنت نقعاها في محلول النقع بتاعها من قبليها بيوم. محلول النقع دوت اللي هو عبارة عن حوالي لترين مية ومعلقتين كبار خل او نص كوباية خل، عليهم ربع كوباية سكر وليمون وورق لورا وحبهان وقرنفل. القرنفل هنا هيبعت الفراخ في حتة تانية خالص. الحقيقة انا حطيت برضو معلقة بصل بودرة ومعلقة توم بودرة، بس الحقيقة انا نسيت اصورهم هنا. ادي بقى معاكي هو محلول النقع التحفة ده. على فكرة انا حبيته خالص لما جربته كذا مرة، ولقيت ان نتائج الفراخ بتطلع معاه حلوة قوي قوي. قلبيهم كويس قوي كده بحيث السكر والملح يدوبوا. حسيت ان الفراخ كده لحمها بيض كده وطري وبيديني نتائج بصراحة جميلة قوي. انا نقعته قبليها بيوم، لو ما عندكيش وقت سيبيها بس على الاقل 3 4 ساعات عشان اللحمة بتاعها تطرى كده وتفتح. وبيشيل بقى من الفراخ اي مثلا يعني دم زيادة او شكل مش محبب لينا،
وبيخلي العظم بتاعها كمان فاتح رغم مثلا كانت في الفريزر او كذا. سحري بصراحة. تعالي بقى نشوف سويتها ازاي. انا مش هسلقها، انا هحط حلة بتغلي فيها ورق لورا وحبهان وقرنفل بس. طبعا هصفي الفراخ بتاعتي كويس قوي، وطبعا هشيل منها اي حاجة من محلول النقع، وهحطها في مصفى تستوي على البخار. طب ليه ما سويناهاش في الحلة؟ السليق مع الفراخ المقطعة اللي زي كده بيخليها شكلها مش كويس، ممكن مثلا تتقطع ولا حاجة او يبقى شكلها مش منتظم. انما بالطريقة ديت الفرخة هتستوي معاكي على البخار، وفي نفس الوقت التركة ديت حلوة قوي، انا هطمن ان الفراخ بتاعتي مستوية. بدل مثلا اجي اقليها في الزيت زي اي كنتاكي تاني مثلا بتشوفيه، بتبقي قلقانه يا ترى استوت، طب اغطي الزيت، طب اغطي النار، طب اعمل ايه؟ طب ما انا ليه اخيل نفسي؟ طب ما الطريقه دي اسهل كتير، والفرخه بتطلع مظبوطه ومضمونه. انا سبتها على النار حوالي 35 دقيقه على حسب حجم الفرخه بتاعتك. انا فرختي كانت حوالي 2 كيلو. التوابل السحريه والتركه والمفاجاه اللي انا شايلها لك اللي هي كيس الفانيليا. كيس الفانيليا انا لقيت ان اداني نفس الريحة اللي بشمها في المطعم واحنا قاعدين مستنيين الكنتاكي. وريحته حلوة كده ليه؟ طعمه حلو كده ليه؟ والعيال مهبولة عليه كده ليه؟ اتاريهم بيحطوا في الخلطة بتاعتهم الاتي: ملح وفلفل اسود وكاري وكركم، بصل بودرة او توم بودرة، معلقة كبيرة من كل حاجة. وكمان التركة بتاعة المرقة الدجاج، انا حطيت مش فورية، حطيت عادي مكعبات بس طحناها كويس قوي. وحطيت بقى كيس الفانيليا، كل ده على نص كيلو دقيق او كوبايتين دقيق يعني. بس حاجة كده وهم ريحتها بس كده وهي بتتقلي في الزيت، حسيت ان انا ماشية صح. ادي الدقيق، نقول تاني التوابل والتركة الحلوة. انا مش قادرة اوصف لك انا سعيدة قد ايه اني وصلت للمكون اللي مخلي العيال مهبولة كده على الاكل ده، واحنا ككبار برضو بصراحة بنحبها. طبق بقى فيه مية متلجة، فيها تلج اهو زي ما انت شايفه. هحط الاول طبقه من الدقيق الحلو اللي انا عملته ده المبهر القوي دوت، ورحت حطاه في الميه اللي بتلج ثانيه، ورجعتها تاني للدقيق. طب ليه؟ علشان نطلع من بره كده الشكل المقرمش ده الحلو ده اللي ايه بندور عليه. يعني فراخ مستويه ومقرمشه ومضمونه، لحمها طري، عاوزه ايه اكتر من كده؟ حاجه كده من الاخر. انا سعيده جدا تاني ان وصلت لاجمل طريقه كنتاكي عملتها تقريبا. عايزه اقولك ان حاولت محاولات كتير قوي في الكنتاكي دوت، يعني كنت خلاص قربت اتعقد منه، مش عارفه اطلعه زي بره، والولاد يفضلوا بس يجاملوني يقولي اه حلو حلو. انما المره دي انبهروا، لدرجه ان انا ابني الصغير لسه مش بيعرف يتكلم يقول لي الفراخ طعمها جميل. طب جربي كده برضو، وانتي جربيها وقولي لي في التعليقات ايه اللي حصل. هل يا ترى غيرتي فكرتك عن الكنتاكي ولا لا؟ تعالي بقى زيت حوالي يعني مثلا نص لتر ولا حاجة على حسب برضو الزيت عندك تسخنيه جدا، وبعدين تحطي الفراخ على السخن قوي، وبعدين توطي النار سنة. ما تخافيش، احنا كده كده مسلقين الفراخ بتاعتنا يعني مستوية، هتاخد بس الوش الذهبي اللون الجميل دوت. مش هتاخد معاكي 5 دقايق بالكتير، لان انتي كده كده ظابطة الدنيا فيها. قلبيها بشويش بقى على الوشين لحد ما توصلي للي انتي عاوزاه في الدرجة اللي انتي عاوزاها في القلي. وما تخافيش من حاجة، انتي سلقة الفرخة بتاعتك. طلعيها تتهوى على شبكة، لان لو طلعتيها على ورق هتطرى تاني. يلا بقى تدلعيهم، اغرفي بقى الرز الحلو اللي احنا عملناه. زمانه استوى، الله على الجمال. لا وبيبسي بقى وحركات. تعالي شوفي الوجبة دي بره بتتكلف كام، وهنا كلفتنا كام. الف هنا وشفا. بعتيلي رأيك في التعليقات وقوليلي عملتي ايه. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. حاجة كده تفتح النفس، وكل حاجة فيها مظبوطة، كل سلو الحاجة كلها طلعت زي الفل. ما كلفتش كتير وما تعبتنيش كتير. حتى البطاطس قرمشناها وعملناها رفيعة برضو زي بره. الولاد واقفين حواليا عمالين يهزوا في الكاميرا مش عارفة اصور منهم، عاوزين ياكلوا الاكل بتاعهم. الله على الجمال والريحة الحلوة. الف هنا وشفا.